النهارده يوروزيتش مدرب بيراميدز شارك في الجريمه بتاعه التحكيم. هو السبب الرئيسي النهارده بعد التحكيم في تعادل بيراميدز. النهارده الراجل عمل حاجات غريبه. تعالى لي يا عم يوروزيتش، انت معاك احسن باك يمين داخل افريقيا الشيبي، بتقعده عشان تلاعب احمد توفيق اللاعب الغشيم، اللاعب اللي بيطرد اكتر ما بيلعب من ايام ما كان في انبي، بعديها الزمالك، بعديها بيراميدز. لاعب مقضي حياته طرد، تقريبا اكتر لاعب اتطرد في الدنيا في التاريخ. ومقعد لي مهند لاشين احسن نص ملعب معاك في الفرقه، بتقعده وبتلعب احمد عاطف قطه. طب ما انت لو لعبت مهند لاشين جنب بلاتي توريه، نص الملعب اتقطع ميه ونور، ووليد الكارت هياخد حريته في الهجوم وهتلاقي الدنيا اتقلبت. والنهارده كمان كولر بيقول لك اكسبني. الشوط الاول كولر بيلاعب كريم نيدفيد وبيلاعب امام عاشور مهاجم وعامل شويه تأليفات برضك عنب، وبيقول لك اكسبني، بيقول لك خلص الماتش من الشوط الاول. انما انت من السنه اللي فاتت بترفض الهدايا. بصراحه مدرب غريب عجيب، انت مدرب حماسي، بس احنا كنا بنقول مدرب كويس ومدرب عامل شكل، بس انت مدي بيراميدز الحماس، انما التكتيك والشغل الفني لا، عليه علامه استفهامات كتير قوي. يعني انت بتقعد لعيبه ما ينفعش تلعب، ما ينفعش تقعد للعيبه. يعني مهند لاشين ولا احمد عاطف قط، احمد توفيق ولا الشيبي، علي جبر ولا محمود مرعي؟ ازاي يعني اقنعني ازاي؟ ده انت ضيعت اسهل ماتش ممكن تكسب فيه الاهلي النهارده، اسهل ماتش وكسبان 2-0. والطرد اللي المطرود لك طرد غير صحيح واتظلمت فيه، بس انت كمان لما كسبان 2-0 والفرقه مش عارفه تقف في العرضيات واللعيبه ماسكه بعضها، احمد سامي ماسك علي جبر، حاجات غريبه، حاجات عجيبه. سلام.